احنا كعيلة متوارثين اللغة، وانا ما نطقتش العربي الا لما تم، او يمكن كنت 4 ونص او بداية دخول المدارس زمان. حتى لما كنت اروح اشتري حاجة للبيت من البقال فكانوا يكتبوا لي ورقة فيها المطلوب ويحطوا فيها الفلوس، وكنت اروح اديها للبقال يجيب اللي هو مكتوب في قلب الورقة ويديني الباقي وارجع البيت. حببني اكتر في اللغة عمي بسنتي الله ينيح روحه ووالدتي الله يرحمه، دول اكتر 2 حببوني في اللغة، واتولد تدريسي لقواعد اللغة وتركيب الجمل والحروف والمقاطع اللي هي موجودة عشان نطق الكلمات والدتي. كتبت بعض أصفار في اللغة القبطية لعم بسنتي، في منها كتبتها. أول واحد كتب على الآلة الكاتبة اللي هو كان عاملها عم بسنتي، محولها من الأفرنجي إنجليزي أو فرنساوي للقبطي أو للمصري القديم. قبل ما هقول الكنيسة مقصرة أو مش مقصرة، الكنيسة لها الحق إن أي حاجة تكون هي اكتسبتها وضمتها لها سواء من لغات متعددة، فده الكنيسة هي الوحيدة اللي لها الحق إنها تضيف وتحذف مما تملك. لكن كلغة، وهنقول كلغة، هو أكتر اللغات اللي ضرت اللغة المصرية القديمة اللغة اليونانية. ويعني وجود اللغة اليونانية في العبادة يعني جوه الكنيسة، أو كنت أقصد إن الكنيسة أخذت من اللغة اليونانية أكتر هم اعتمدوا قالوا إن اللهجات مش لهجة واحدة، إحنا عندنا لهجات متعددة. اللهجات اللي موجودة عندنا فيها قصور، مع العلم إن اللهجات المصرية سواء البحيري أو الصعيدي أو البشموري ما فيهمش قصور، لكن في بعض حاجات كان موجود فيها تراجم لبعض كلمات ضاعت اللي احنا بنسميها القاموس. واكتر لهجات احنا لحد دلوقتي بنلاقي فيها كلمات كتير تنفع النصوص العبادية بتاعتنا ودراسة اللاهوت البحيري والصعيدي، دول اكتر لهجتين فيهم نصوص تفيد دراسة اللاهوت والعبادة المسيحية. طيب أنا كنت عايز يعني حابب أعرف حضرتك يعني نقدر نقول إيه عاشق للغة القبطية؟ بالنسبة لي تمام. العشق ده يعني هل هو جه بسبب التربية والنشأة بأن هي دي كانت اللغة أول لغة اللسان نطق بيها، ولا أكيد بعد كده يعني مع الإدراك والوعي حضرتك يعني بقى ليك مفهوم يعني آخر حببك في اللغة، مش كده؟ يعني أقصد ما هواش مجرد اللغة اللي أنا اتعلمتها ونطقت بيها في سن صغير. هو تعليمي للغة من سن صغير وأنا أنشأت في قلب هذه اللغة جزء مهم من عشقي للغة. لكن العشق في الأول يبقى بالاستحسان وبعدين بالهواية، وبعدين بيوصل مع الدراسات اللي هي بتبقى الواحد بيعملها بعد كده يوصل يبقى العشق يمكن كلمة قليلة. ده تركيب كيماوي حصل في تكييني الفكري وتكيين الجسم كله، يمكن ده أثر على الهندسة الوراثية بتاعتي. أصبحت مغرم بكل حاجة مصريات
والدراسات بتاعتها والحاجات الخاصة بآبائنا المصريين القدماء، سواء كان قبل المسيحية أو بعد المسيحية. ممارسة حضرتك يعني للغة القبطية، هل يعني كنت بتلاقي يعني المفردات اللي هي الحديثة بتاعتنا زي مثلا الأجهزة المنزلية والبوتاجاز والغسالة والثلاجة والكمبيوتر والكهرباء والتليفون، وفي مصطلحات كتيرة، هل المصطلحات دي يعني هل اللغة قادرة يعني اللغة القبطية؟ بعضها يعني اديناها معاني، زي كلمة بابور. البابور ده بيبخ النار، فسميناه الهيسوسنيف اللي هو بيخرج النار، وسميناه مسمى تاني سيزفا إكروم، يعني المكنة اللي بتطلع نار. فأي معنى من دول يعجبك أو يبقى قريب من السمع بتاعك يتقبله سمعك يبقى مباح. أما التليفون فلأنه هو بيجيب أصوات من بعيد، ويسميه يعني الاسمي اللي هو الصوت المسموع عن بعد. طبعا دي كان أفراد تانيين من العيلة هم اللي حطوه، لكن سيزفا إكروم أنا آسف إن أنا بقول إن أنا اللي قلت اللفظ ووافقوا عليه، اللي هو مكنة النار. طيب حضرتك شايف إن يعني اللغة القبطية هي اللي هي حاليا يعني اتحصرت في الكنيسة وفي العبادة والتسابيح والقداس والتسبيحة وما إلى ذلك، يعني هل في اللغة القبطية على مستوى اللغات بقى كدراسة للغات والأدب والتراث والكتابات هي لها أغاني كتير. كان عم سنتي طلع كتاب الله يرحمه فينا روحه، فيها أغاني مصرية مش دينية. يعني أغاني تتقال، حتى واحد ممكن يقول الأغنية دي لحبيبة قلبه. أيوة، أغاني عاطفية يعني. أغاني عاطفية وأغاني عادية وكده. لأن مفيش لغة تخلو من حاجات عاطفية وحاجات عادية أدبية والحاجات دي كلها. لو أنا قلت إن اللغة تخلو من أي شيء يبقى نقص، ما تبقاش لغة. إنما إحنا بنمتاز بإن إحنا عندنا قواعد، فإحنا عندنا لغة. إنما لو اللغة بتاعتنا ما فيهاش قواعد تبقى رطان، أو لهجة ناقصة قواعد تبقى مش لغة، تبقى رطان. يعني هو بعض الناس بيفهموا قبطي مرتبط بالديانة المسيحية. لا، أنا بسميها المصرية القديمة، لأن ما عنديش مانع أي إنسان يتعلم اللغة كلغة. واخد بالك سيادتك؟ في بعض الجامعات دلوقتي، يعني الجامعات المصرية بتقوم بتدريس اللغة القبطية، وفي ألمانيا في أمريكا في أماكن تانية بعيد عن مصر يمكن أكتر مننا بيعلموها لمجرد اللغة كلغة. بس حضرتك شايف ان يعني انا يعني كون ان انا اتعلم لغة كلغة يعني هوصل لطريق مسدود، يعني اقصد ان انا اتعلم اللغة على اساس ان هي، وخصوصا ان هي مش من اللغات اللي هي الدارجة في العصر الحالي، يبقى يعني اقصد ان احنا نستفيد من التراث. لا، التراث اللي هو الحاجات اللي مكتوبة اللي اتكتبت باللغة دهيت، ان احنا يعني نوصلها كجزء من الحضارة، ان في كتابات. يعني مثلا انا هعرف ان الانبا شنودة رئيس المتحدين كان متمسك باللغة القبطية وما كانش بيحب يكتب اللي هي الصعيدية. فليه كتابات
ومخطوطات معظمها موجود بره مصر، مش موجودة في مصر للأسف. هل يعني ما عندناش منها يعني ترجمة مش هو بس الآباء الكبار اللي الأولين كلهم لهم قصص ولهم تاريخ، أغلبه أو كله مكتوب باللغة المصرية، سواء اللهجة الصعيدية أو اللهجة البحيرة. والأنبا شنودة كانت الحاجات اللي هو كتب بيها كانت اللهجة الصعيدية، والأستاذ فايز أكثر واحد يعرف النقطة دي. أنبا شنودة لأنه هو كان بيتكلم ويكتب باللهجة الصعيدية. وأحلى ما في الصعيدي، وهم كانوا بينكروا هذا الحق علينا الجماعة التانيين كلهم، الدخلاء على اللغة، مع إنهم آباء كبار برضو، مش هذكر أسامي عشان ما اتحرمش من مجمع، قالوا إن إحنا ما عندناش ألفاظ. فزي مثلا كلمة يمكن أنا قلتها للأستاذ فايز اللي هي إيه، جو أيس، الكلمة الفاعلة اللي هي اللغة. فهم اختاروا اللفظ اليوناني عشان فيه شوية مزيكا ماشية مع سماعهم، لكن هي باللهجة الصعيدي الكلمة الفاعلة جو ايس. فاحنا ان كان في عندنا حاجات بهذا الشكل. وبعدين هو المفروض ان احنا نقول ايه، المسيح قام، كل الشعب بيقولها باليوناني، هي بخرسوس أبطون، خنقوا مسمي أبطون، أنه الأسهل. دي بتاعتنا، لكن ما اكتسبته الكنيسة فنحن لا نعارضه. كتير من الناس اللي هم يعني المصلين، سواء شباب أو كبار، لما بيحضر مثلا قداس بيفضل بالطبيعة كده ان هو يعني يسمع جزء صغير باللغة القبطية ويكون معظم القداس بالعربي. ولو يعني في بعض اباء مثلا بيتجهوا ان هو يكون القداس بالقبطي او معظم القداس بالقبطي، بنلاقي ان هو في نفور من الناس اتجاه النقطة دهيت. اجازوا الاباء البطاركة والاساقفة ان هم يصلوا بالعربي بحجة ان الشعب مش بيفهم اللغة اللي المفروض هي بتاعته، مع العلم مع كونه ما بيفهمش لو هو سمع لحن قبطي طبيعي بينسجم وبيبقى مندمج، وروحيا بيبقى يكاد يفارق الأرضيين ويبقى مع السماء.